السلام عليكم، نتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في احسن حال. اليوم ان شاء الله نحضر معكم واحد البسيطلات غيجيو زوينين وبنان بزاف بالدجاج. عندي هنايا تقريبا واحد 2 كيلو ديال الدجاج، كيلو ونص حتى 2 كيلو تقريبا ديال الدجاج. عندي 40 مقطع معدنوس، عندي هنايا معلقه البخلينه غنديرها مع اللوز، عندي ضامه ديال الزعفران، خرقوم، سكنجبير، البزار، وعندي شويه بسيبيسه مطحونه. يمكن لكم ديروا اما قاقله اما بسيبيسه اللي بغيتيو، انا كنوع ما بيناتهم مره. عندي كاس الزيت مخلط بالليا وروميه، زلاف هاد الماء هي باش غنروي فيها زعفران شعري الا بغيتو ديروه. وعندي اللوز تما كيلو الا ربع، ولكن غتستعملوا غير نص كيلو في هاد القياس. انا كنت حاجتي به، كنت زينت به. وعندي كويس باش كنطحن داك الكيلو الا ربع، يعني الا كنت بديتو نص كيلو نقصو من السكر. بالنسبه للبصله تقريبا شي 2 كيلو تمايا حتى 2 كيلو ونص، لانه بغيت مرقه دغيميره تجي فيها بزايد وتجي باينه. فانا اول حاجه كنشلضوا البصله باش غادي نديروها في الطاوه. من الاحسن نديروا هاد البصله البيضاء اولا الحمراء اللي بغيتيو. صافي هادشي اللي كاين. فكنشلض البصله كلها غادي نديرها في الطاوه، ومن بعد غادي ندير العطريه باش حتى هي تدخل فيها البصله. فهاد الدجاج راه كيجي بنين، عفوا هاد البصله فكما قلت لكم كيجيو بنان. هنايا درت داك شويه المعدنوس، ودرت كاس ديال الزيت ما بين البلديه والروميه، وغادي ندير ديك السلافه د الماء تقريبا 2 كيلو ونص البصله حتى 2 كيلو، يعني بديك شويه د الماء باش كترويو، ما كتعاودوش تزيدوا من بعد. صافي وهنا غادي ندير ديك الدويمه ديال الزعفران. بغيتو تكملوها، انا هنا ما كنكملهاش ولا كندير غير شي شويه. بغيتو ديروها ماشي مشكل، لانه غادي ندير الزعفران شعره وغندير الخرقوم، فما كنستعملهاش كلها. صافي هنا كندير الخرقوم، سكنجبير، البزار، وديك شويه بسيبيسه. وهنا غنخلي واحد شويه ديال هذا غنزيدو الدجاج، واخا راني مرقداه في العطريه من الليل. نفس العطريه كنديرها فيه، اولا على قبلش تقريبا شي ساعه ولا شويه الا بغيتو ديروا. فكنخلط ديك العطريه مع داك المعدنوس مع بصيله هكذا مزيان باش تدخل فيه، باش حتى البصله كتهبط لها ديك العطريه وكتبنان. ولكن ماشي تقطعوها على قبل وتخليو فيها العطريه، لانه البصله راكم عارفين على حسب ما زعما تنعرفوا لانها كتسمم الا بقات مقطعه لا تيسع. حيت شحال واحد الله يدي زعما كيبيتوها هكا مقطعه من الليل باش كيسهلوا الحال. ولكن البصله راه من الاحسن تكون طريه. الدجاج يمكن لكم تعطروه، ولكن البصله تقطع في ساعتها وطيب في ساعتها، ما خصهاش تكون مقطعه قبل وبقات. فصافي كندير داك الدجاج كما كتشوفوا. انا درت طريفه الصدر، شويه ديال الفخيضات، وكنخلي معاهم ديك الجليده حتى من بعد كنزولها هي والعظيمات، لانه كتطلق واحد البنه في هذا. كاين اللي كيزول الجلده، ولكن من الاحسن انا يعني كنفضل نخليها. هنا كندير اللوز ديالي بعد ما كنكون فسختو وخليته استقطر مزيان، كنديرو في الزيت بارده، وكنبدا يعني كتسخن فيه ديك الزيت. من بعد القليه الاولى كنبقى نقص حتى تبرد الزيت، ونعاود نكمل القليان. فكما قلت لكم بالنسبه لهذا القياس راه يكفيكم نص كيلو ديال اللوز. بالنسبه للحشو بغيتو تزين غتزيدوا بحالي، انا درت كيلو الا ربع لانه بغيت نزين به، وراه كتبقى يعني كيبقى لكم. فصافي هذا ما كان، يعني كنبدا نقابلو مزيان. اللوز ما خصكمش تغفلوا عليه، لانه بساعته كتخليوه هكذا ذهبي وكتزولوه، يعني ما تزولوش محمر، لان مع السخونيه كيبدا شاد وكيكمل ديك التقرميشه ديالو. فصافي كنصفي. من بعد كما قلت لكم راني درت المرقه ديال الدجاج درتو كيتقلى وغنسد عليه. فهنا زولت اللوز حتى هو. من بعد ما غيبرد غادي نديرو نطحنو ان شاء الله في طحانه، غير مع داك الكاس ديال سنيده تقريبا واحد 120 غرام تمايا اولا 100 غرام. فصافي هادشي اللي كاين. كنبقى نطحنو هكذا كنهرمشو، ماشي كندعقوه كاع من كيتدعق، ولكن هكذا. صافي انا كما قلت لكم كانت حاجتي باللوز يكون باقي عندي، لانه كنزين به فكنوجد بكميه اكثر. فكما قلت لكم راه نص كيلو كافيكم. فهنا كندير وكنعاود نزيد، وكما كتشوفوا عندي تما واحد الطاشي ديال البرتقال، باني برتقال، وعندي زهره البرتقال، وعندي وغادي ندير فيه قريفه، غندير فيه شويه ديال الزبده، وكندير فيه ديك معلقه البخاليني. يعني اللوز كنوجدوه بخاليني كما كتعرفوا، كنحمروا اللوز وكنديروه مع السكر الكميه ديالو اللي غادي تكون بالمقدار خلاص. وملي كنساليو كنطحنو كنحتفظوا داك البخاليني. فيما كنبغيو نديرو بسطيله كنديرو مع ديك معلقه. هذا الا كان عندكم واجد، بحال بالنسبه لي انا يعني كتبقى لي معلقه زدتها. فكيكون عندي كثر كندير 2 معالق اولا هذا كيعطي بنه زوينه. فصافي هنا الدجاج ديالي هنا طاب. بالنسبه للكوكوط كنزولو منها باش نحيد العظيمات من الدجاج،
وكنرد ديك المرقه غادي كما غتشوفوا معايا غنردها في واحد المقله اللي ما كتلصقش، لانه كنبقاو نتسناو عليها على ما كتختار وكتزيد تعقد. وغنضيفوا لها السكر، نضيفوا لها الزهر، نضيفوا لها قريفه، غنضيفوا لها شويه زبده فاش نبغي نطفي عليها، فكنخاف تلصق لي في الكوكوط. انا كنقول لكم بالنسبه للناس اللي عندهم زعما الطبق كتلصق تخاف تلصق لك زولها. انا كانت لصقت لي شويش فكنردها لديك المقله الطيفال، كنرتاح فيها يعني كتنفعني بزاف. هذه كنصيحه يعني لكن باش ترد حتى الا غفلتي عليها شويه في التحريك ما تخاف ما تصيبوهاش لصقات ولا تحرقات. فانا كنزول دوك الطريفات ديال الدجاج اللي كيكونوا باقيين فيه، كندير واحد رويس معلقه ديال السمن. بالنسبه لهاد المقادير البنات يعني هكا سمينه، شويه ديال الزهر مزيان الزهر ناتوريل 100% ماشي الزهر العادي. بالنسبه للزبيته بلديه، يعني هاد المقادير هما اللي كيعطيو ديك لاستيوس وكيعطيو ديك الاختلاف ديال البسطيله، كتشمو واحد النكهه فيها زوينه يعني من المقادير. شويه زعفران شعراء بالنسبه لي يعني متوفر ليه حتى هو راه ضروري. يعني انا كنت سافرت هاد الصيف لاكادير ضروري كنجيب معايا شويه ديال الزعفران اولا كنوصي عليه السيد يعني حيت راه غير كيكون فيه المغشوش كيستعملوا داك الشعر ديال الكبال ديال الذره، فكيبسوه ما عرفتش يعني الطرق ديال الحيال ديالهم كيبسوه كيلونوه على اساس انه زعفران. فإلا كنتو تاخذوا زعفران خذوه من شي واحد اللي موثوق عليه. السيده انا في اكادير هي اللي قالت لي هذه القضيه. فهنا كنزود ديك العظيمات كما كتشوفوا راني كنجرح صبعي لان كتكون شحال من حاجه ومع الوليدات وهذا الله يسر الامور الجميع. صافي نزول ديك العظيمات باش نجمعتهم في بلاستيكه باش كنخرجوهم لقطيطات اولا هذا، وصافي كنكملوا كنديروهم هنايا في هذا. عرفتي علاش؟ لان زودتهم لان ساو ليا شويه الماء رديتها للمقله باش ما يجيش ميه داك الدجاج. صافي هنا كنعاود نزيد واحد شويه ربيع معدنوس وتنحرك. بالنسبه اللي كيبغيو يديروا ربيطه المعدنوس كاين اختلاف في المدن، كاين اللي كيبغي يدير ربيطه المعدنوس. انا كنستعملو رقيق تما راه كنكون مقطعه بالهاشوار يعني رقيق داك المعدنوس ما كيبانش وكيجيني كيطلق البنه اكثر. وكاين اللي كيدير ربيطه ماشي ما يبانلوش. بالنسبه للدجاج الضميره انا كندير ربيطه باش ما يجيش داك المعدنوس باين هكذاك. اما بالنسبه للبسطيله فكنديرو مقطع. هنا راني درت معلقه البخاليني عامره، شويه درتو للدجاج وشويه درتو اللوز، يعني واخا قليله ولكن قلت بعدا در ديك النسمه ديالها. انا قلت لكم كما درتو الا درتي معلقه جوج كتجي واحد البنه زوينه ديالو. فانا غادي نبدل باش نحكم فيه اكثر. درت معلقه القرفه ودرت فيه زبيده. انا ما كنبغيش يدم بزاف هذا اللوز، كاين اللي كيضيف له الزبده بزاف. تقريبا هاد الكميه كيدير فيها 2 معالق حتى 3 ديال الزبده باش كيجي شويه ما كيبقاش ناجف. مي انا ما كنبغيش هكا ناشف، ما كنبغيش زعما يدم بزاف. شي مرات كنزيد له ديك المرقه ديال اللي كتكون 6 8 ديال البصله كنضيفها له باش كيبنان بعض المرات، ولكن الغالب كنكتفي غير بديك الزبيده يعني راه من بعد كيتخلط. هنا كنضيف واحد شويه اللوز لداك الدجاج باش ما كنخليش بوحديتو هكا كيجي في طروف ناشفين، فكنزيد له. وبالنسبه حتى للمرق اللي كيستالي من بصله حتى هو كنضيفو شي مرات للدجاج وكنعاود نقليه. يعني ديك طريفه الدجاج اللي زودت لهم العظيمات كنضيف لهم واحد المرقه ديال ديك المرقه ديال الدجاج من بعد ما كتستى كنقليها فيهم كنمشيها ونجيبها فكتعطي واحد البنه عجيبه صراحه الله. هنا كنضيف واحد رويس معلقه المسكه عندي تما مدقوقه مع البصل مع السكر ثاني عفوا. هنا كتشوفوا اللون كيبدا يذهب. انا كنحاول نقرب لكم الكاميرا مع الظلام ومع الليل العشيه فكيكون التصوير ناقص شويه بالنسبه يعني الجهاز اللي عندي انا مع التليفون يعني ما كيوضح لكمش مزيان، فكنحاول نوصل لكم الصوره كما هي. كنكتفي غير واحد 4 البيضات بالنسبه للناس اللي بغاو البسيطلات ما كيبغوش فيهم بيض بزاف. درت غير 4 البيضات درت معاهم شويه المعدنوس كما لاحظتوا. درت المعدنوس مع بصيله، درت المعدنوس مع البصله فاش بغيت نزيد نقليها، ودرت المعدنوس مع البيض ومليحه. وكنخدم مزيان هكذا بالطراب اليدوي ونضيفو على البصله. من بعد ما تعسلات هكذا كنزول شويه كنضيفو للدجاج كما قلت لكم. راه المرقه اللي كتستى من هذا شي مره كنضيفها لداك الدجاج وكنعاود نقليه فيها. فهنايا كنبدا نحرك. وإلا لاحظتيو معايا راه ما درتش سنيده بزاف، تقريبا درت واحد 3 المعالق اولا 4 في هذيك 2 كيلو ونص البصله. ما كنبغيش نكثر السكر والاغلبيه الحمد لله يعني هكا الناس ما كيبغيوش البصله ما كيبغيوش عفوا سكر سنيده بزاف باش كتذوقوا الطعم ديال البسطيله يعني ما كتقهموكمش ديك الحلاوه ديالها. وسيرتو الا كانوا الوليدات من الاحسن
ما كنفضلش نكثر السكر سنيده. فهنايا الا بغيتو كتزيدوا ديك القطيرات ديال الزهر، ما عرفتش واش صورتها لكم اولا ما تشداش ديك اللقطه. قطيرات ديال الزهر اللي قلت لكم يكون زهر ناتوريل مزيان ديال ضرب العمري. من الاحسن خذوه هكا في مرجان الا ما تقتيوش عند من تاخذوه. كنديروا قطرات باش كتسول حتى داك حتى البيض ما كيبقاش، يعني ما كتبقاوش حاس كيتكسر ديك نكهه البيض، واخا راه ما كتجيش باينه مع فيه بسيبيسه، ولكن حتى داك الزهر كيزيد يعطيه واحد البنه اكثر الا بغيتي. وكاين اللي كيبغي الطعم ديالو، وكاين بالاخص بصح اللي ما كيبغيش. فكما قلت لكم السكر ما ديروش بزاف، راه كاين اللي كان هذا المقدار ديال 2 كيلو ونص البصله 2 كيلو راه كيدير فيه حتى العلاين زلافه ديال السكر. كما كنقول لكم راه كاين اللي كيدير فيه تقريبا 200 غرام 150 غرام، فما كننصحش صراحه الله. كما شفتوا راني انا مع اللوز تقريبا عندي كيلو الا ربع، تما درت معاه غير واحد 120 غرام تقريبا، كاس ديال اللوز عامره، كاس ديال سنيده عامره عفوا. وبالنسبه للبرقه درت 3 حتى 4 المعالق، يكفي يعني كيجيوهما هادوك. مع كنزيدو نرشوهم شي مره بسكر كلاصي، وكنزينوهم الا شي مرات بعسيله باش ندير لهم لوز ايفيلي، فكتجي الحلاوه هي هذيك بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش ديك الحلاوه بزاف. او بالطبيعه الحال اللي بغى راه كيزيد. هنايا صافي كنا المريق ديالنا تاسلا كما كتشوفوا اللون ديالها دابي مع ديك القريفه مع سكر كلاص مع ديك مسيكه مع داك يعني تاسلات مزيان. وزدت لها واحد هي رويس معلقه ديال الزبده باش كملتها في الطياب. هنايا اللوز ديالنا كما كتشوفوا راه ميدم، يعني ماشي ديك الدام اللي كيجي بزاف، ولكن المهم درنا له ديك شويه البخالينيز بيضه وقريفه وصافي. وديك الساشي ديال زهره البرتقال ضروري منها، فراه كتعطي واحد البنه حتى هي بوحديتها. حاولوا يعني المقادير تبقاو توجدوهم على تيساع بحال هكا. المسكه الحره تكون داقينها عندكم على تيساع بسيبيسه او لا قعقله. انا قلت لكم يمكن لكم تستعملوا يا بسيبيسه يا قعقله، راه كيعطيو انا كيجيوني هما كنور ديال المطبخ ما كنستعملش كنور في الطياب ديالي، كيجيوني هما كنور. يعني فيهم واحد البنه راه سبحان الله العظيم كيعطيو واحد الريحه هائله للطياب. فصافي هنا كنبدا نقطع الورقه. انا كما كتشوفوني كنقطعهم صغار هكذا، حيت عندي السيركل تقريبا 9 سنتيم. وصافي كنكمل. كنعتذر منكم هذاك الصبيع اللي راه مضروب تمايا، ولكن كان خاصني ضروري نكمل الشغل ديالي، فما لقيت ما ندير يعني كملت هكا بصبعي. فالحمد لله ربي كل حاجه بالاجر ديالها، كل حاجه ملي كتخدمها بالقلب فاكيد عندنا جزاء مع الله سبحانه وتعالى. فصافي كنرش بشويه ديال الزيت. الا كانت عندكم ديك الزيت المسقطره من المرقه يمكن لكم تبداو تدهنوا بها. فهنا كنت زدتها انا للدجاج وصافي كنستعمل غير الزيت حدايا، ما كنديرش الزبده. الزيت كتخلي الورقه مقرمشه احسن. وكندير الدجاج ندير ديك البصيله وندير اللوز على حساب واش تقلبوهم اولا ما تقلبوهمش. يعني اللي بغيتو تسبقوا من اللوز تسبقوا من الدجاج. صافي كما كتشوفوا كندير ديك لا سيركل ونعاود نحط هادي ونقلب. فالورقه يعني كانت بدلات لي سيد اللي كناخذ عليها بصعوبه باش كنعرف الجهه رطبه من الجهه الهشه. صافي كنبدا ندهن هكا البيض حدايا مطرب مع شويه ديال المليحه والزهر، وكنبدا ندير الورقه. هنا خليتها كبيره على تيساع ماشي مشكل لانه ما استعملش فيها ورقه بزاف من التحت. صافي وكنقلب. فصافي كتبقاو تحدقوها غير بشويه كدا بالمقص وتخليوها. هنا كنعاود ندور شي شويه باش كنخدك لا فورم ديال لا سيركل. تقريبا انا غادي ندير فيهم غير انا بسطلات عندي ديال 8 سنتيم، فواخا خدمتهم في داك المول ديال 9 سنتيم غير باش شديت به الدوره وصافي. لانه شي مره كاع ما كنستعملوش كنبقى نحط ونجمع والعبر في يديا. فدوك الطريفات اللي كيشوتوا لي من الورقه كنحطهم هكذا يمكن لكم باش تفادوا انها تطرق لكم. واخا ما كطرقش ولكن كتزيدوهم يعني كيعاودوا مع فيهم ديك الزيت مرشوشه راه كيجيو مزيانين. صافي كما كتشوفوا كندير داك الدجاج ديالنا وراه واحد الريحه كتكون طالعه بنينه من هذا كافكار. يعني الا بغيتي ولا كفكره من الافكار الا بغيتيو ديروهم لوليداتكم هكا في الويكاند توجدوهم لهم المدرسه، فيمكن لكم تجمعوهم اولا ديروا لهم ولا من الاحسن كاع طيبوهم وديروهم في كونجيلاتور. ملي بغاو يديوهم جبدوهم شي شويش وعطوهم لهم هما راه كيسخنوهم في المدرسه. يعني من الاحسن كاع بلا ما تجمعوهم عاد جبتو تسخنوهم يديوهم هما ورجعوا يسخنوهم لهم.
فانا من احسن توليداتي كنطيبهم لهم في مره، كنجمع لهم في كونجيلاتور بلاستيك، كنعطيهم لهم نهار اللي غنعطيهم لهم كنجبدهم كيتطلقوا كيديوهم معاهم كيسخنوهم لهم كيجيو هما هادوك. واخا غادي احيانا راهم كيتبدلوا الماكلات في المدرسه، وهذا يعني هاد المشكل كيبقى كيتذوقوا بيناتهم. معليش هذه ماشي مشكل، الله يسهل الامور للجميع وكلشي الله يخلي لوليداتو. فكنستمر بهذه الطريقه. بالنسبه لهاد الكميه راه عطاتني شي 26 حبه من هذا القياس هذا، يعني ديك 2 كيلو تقريبا اولا 2 كيلو الا ربع ديال الدجاج. صراحه كان عندي فيديو شويه قديم ما بقيتش عاقله على الكميه ديال الدجاج اللي كنت خديت، يمكن كيلو ونص 2 كيلو الا ربع بحال هكذاك القياس اللي كندير. وبالنسبه للدجاج راه 2 كيلو هكذاك، 2 كيلو حتى 2 كيلو ونص ديال البصله. وصافي كندير اللوز صافي كنبدا ندور هكذا كما كتشوفوا هنا في التدوير. راه ما كنستعملش الورقه بزاف، واخا كتبقى لي شويه عريانه من الجناب ما عاديش كنعاودو نغطيوها بورقه اخرى، هي باش ما تجيش مبدعه هكذاك بالورقه. شفتيو يعني لا سيركل كيحكمها، وهنا يمكن لكم تلعبوا بالورقه، هنا يمكن لكم تجمعوها. اما الا غلفتيوها لتحت بزاف وزدتيو الورقه من الفوق فغتجي متقله وغتجي فيها بزاف د الورقه من بعد. في الطياب ديروا لاطه من التحت وعاد ديروهم هما، يعني كيجيو ما بين لاطه في الخاويه بحال كما كنديروا الفقاش. شي مره كنحطوا لاطه مقلوبه خاويه وعاد كنديروا لاطه ديالهم هما من الفوق، وكنقصوا لهم البوطه باش كيطيبوا على خاطرهم. ما عمركم ما تجهدوا البسطيله لانه غادي طيب لكم وغتحرق الورقه والحشوه غتبقى هي الحشوه طيبه، ولكن باش تطلق ديك البنه وديك السنيده كتكاراميليزا مع داك اللوز وكيطلق كل حاجه كتطلق البنه ديالها. فما كاين محسن من الطياب اللي كيكون على همود هكذا بشويه، ماشي كاع تقتلوه ولكن بين وبين ما يكونش مجهد. هذه نصيحه. المهم كنحاول نشارك معكم الافكار اللي انا كنخدم بها والحاجه اللي تجيكم الحاجه بها بنينه. بصافي هكا كنستمر كنبدا نكمل كما كتشوفوا. راه ما كنديرش الورقه كبيره من التحت، كندير غير ديك اللي فيها مقطعه على ربع وكنبدا نلم هنايا بالبيض وكنجمع. الورقه الكبيره اللي كنلوي عليها هي اللي كنديرها كبيره شويه، اما التحتانيه كنديرها صغيره باش ما يجيوش جوج وراق فيها. صافي كنستمر بهذه الكميه. انا قلت لكم عطاتني 26 حبه من هذا القياس. جمعتهم لسيده يعني ما بغيتهمش طايبين كاملين، كنت بغيتهم هكذا. من بعد كولات كتاخذهم طايبين اقترحت عليها الطياب حسن وجمعناهم هكذا واحد شويش غير جمعناهم هكا في الطياب وخرجتهم جمعتهم في بلاستيكات. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو. هادشي اللي كنت كنكمل فيه، يعني باقي لي هنايا باش كنكمل. وهنا ما كنتش وريتكم الطلبيه يعني كامله، ما كنتش وريتكم عدد حبات كاملين. هنا غير شي وحدين لان هو التصوير كيكون صعيب عليا باش نصوب ونحط ونصور، فحاولت ما امكن اني نشارك معكم هذا الفيديو. وبالمناسبه كنعتذر على الغياب ديالي والطول ديال باش نحط. هنايا كنت زينت لكم غير باش تشوفوا كيفاش كيجيو بالنسبه لي كنت صوبت لوليداتي. صافي كيجيو هكذا كيجيو بنان ومقرمشين، وهذا الحشوه ديالهم من الداخل. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وخليتكم في امان الله.